تخيلوا معي يا جماعة، باريس مدينة الأناقة والجمال صارت اليوم بتخسر أغنى ناسها. مو بس كذا، أصحاب الثروات الكبار قاعدين يشيلوا شنطهم حرفيا ويتوجهوا على دبي. وهذا مو كلامي، هذا كلام تقرير حديث من بلومبرج. الوضع الضريبي في باريس صار خانق، والموضوع كله فلوس، والمستثمرين الكبار وأصحاب صناديق التحوط طفشوا بمعنى الكلمة، وقاعدين يدوروا على بيئة استثمارية مريحة، ودبي كانت خيارهم الأول في الفترة الحالية. لو سألنا نفسنا ليش دبي، لأنها مو بس مدينة، هي وجهة عالمية تقدم بيئة اقتصادية مشجعة وقوانين داعمة ومبادرات حكومية تخلي المستثمر يقول هذا مكاني. حتى أبو ظبي بدأت تجذب صناديق التحوط بشكل واضح، وفي مؤشرات قوية أن الإمارات بشكل عام بتكسب هجرة العقول والثروات من أوروبا. ولو شفنا الأرقام هتلاقوا أنه الإمارات استقطبت أكثر من 6700 مليونير في سنة واحدة بس العام الماضي. وهذا يعطينا مؤشر قوي أنه أهل العقار والسوق مو بس محلي، السوق صار عالمي، سوق العقارات. والمستثمرين الكبار قاعدين يدوروا على الأمان والاستقرار والنمو، وهذه كلها موجودة هنا في دبي. حتى شركات التقنية والمستثمرين الكبار زي نيكستورسكي من ريفولت بدأوا باتخاذ الإمارات مقر لهم، والسبب تنظيم أسهل، بيئة محفزة، وفرص لا محدودة للنمو. فكر فيها، لو أصحاب الثروات قاعدين ينتقلوا من باريس لدبي معناته في شيء كبير قاعد يصير هنا، وهذا يهمنا إحنا كناس في المجال العقاري. لازم نكون جزء من هذه النقلة ونفهم رغبات المستثمرين ونقدم لهم حلول ذكية وعقارات تناسبهم. ولو مهتم تعرف أكثر عن الفرص العقارية في دبي واخبار الاستثمار فيها، لا تنسى تتابعني وفعل الجرس واكتب لي رايك في التعليقات. ايش انت شايف الناس هذه ليش جايه دبي؟ وناس كثير بيقولوا يا عبد الله حار ورطوبه وسريع البراد والخضار وهذا كله جايين هنا. اقول لك يا حبيبي، الموضوع كله موضوع فلوس ولا اكثر. ولا تنساني من اللايك والشير، ونراك على خير. السلام عليكم.